ما يغدرك غير اللي تقتي فيه وما يقتلك غير اللي حفر لك. تخيل تمشي تعزي في ولدك وتلقى بيت النعاس يلاه مصبوغ صباغه جديده وريحه الصباغه عاطيه. هاد الغلطه البسيطه هي اللي كشفت ابشع جريمه هزات مدينه مراكش. خليكم معايا حتى الاخر الفيديو باش تكتشفوا كاملين تفاصيل ديال هاد القصه او هاد الجريمه اللي وقعت في مدينه مراكش. وكيف العاده لاول مره يدخل القناه او يشاهد الفيديو ديال لالا حبي، فانا كنقدم مواضيع مختلفه وقصص واقعيه. ما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلك اي جديد وما تزهقوش. في أواخر سنة 2008 وتحديدا في واحد الليلة مظلمة، كانت واحد العائلة مغربية غادية بالطوموبيل ديالهم في طريقهم المطار مراكش المنارة، وعلى بعد واحد 4 متر فقط من السور ديال المطار بالضبط في منطقة المحاميد شافوا واحد 4 ديال الخناشي كحلين كبار مليوحين في جنب الطريق، وكلهم بقاو كيتسائلوا شنو هاد العجب اللي مرمي في الطريق. السيد اللي سايق حبس الطوموبيل ونزل يشوف دوك الخناشي شنو فيهم، غير حرك واحد الطريف ديال واحد الكيس منهم هو يحس بواحد السائل سخون طلع ليه يديه. فتح واحد الشق صغير من الخنشه وتفاجأ بصدمه العمر ديالو اللي هي اطراف بشريه مقطعه ومحروقه. من شده الرعب كلهم هربوا للطوموبيل ديالهم وتوجهوا لاقرب مركز للشرطه، وهكا انطلقت التحقيقات في واحد من ابشع القضايا الجنائيه اللي عرفتها مدينه مراكش. الاجهزه الامنيه طوقت مسرح الجريمه فورا، ومنين فتحوا دوك الخناشي بربعه لقاو في واحد منا راس ديال الراجل مفصول تماما على الرقبه، والخناشي الاخرين عامره بالطراف ديال الجسد مفصله ومشوهه ومحروقين. تقرير ديال الطب الشرعي اكشف باللي هاد الاشلاء كتعود للراجل في الاواخر ديال الثلاثينات من العمر ديالو. تلقى واحد الضربات قاتله وقويه بشي آلة حاده وضخمه بحال الساطور، وعملية التقطيع البشعة وقعت ساعات قليلة مور الوفاة باش القاتل يخفي معالم الجثة ويصعب التعرف عليها. المحققين بداو البحث ديالهم. اول حاجه داروا طابقوا مواصفات ديال الضحيه مع بلاغات الاختفاء الجديده اللي كانت في ديك الايام اولا في داك الاسبوع، وهاد التطابقات اولا التفاصيل ديال الضحيه طابقات مع واحد البلاغ كانت حطاته واحد السيده قبل 5 ايام للاسم ديالها فاطمه، كتقول فيه باللي الزوج ديالها احمد في السن ديال ما بين الثلاثينات او الربعينات خرج وما رجعش. وهنا تم استدعاء الزوجة وداروا له تحليل الحمض النووي DNA اللي أكد رسميا باللي الجثة المقطعة هي ديال الزوج المختفي أحمد، وهو كان كيشتغل حارس في ملهى ليلي. وأثناء التحقيق مع الزوجة فاطمة كانت كتبكي وكتقول باللي راجلها خرج لخدمته ليلة 11 ديسمبر وما بقاش رجع، أنه راجل درويش ومسالم وما عنده عداوة حتى مع شي واحد. ومن بعد التحريات والتحقيقات ديال الشرطة البوليس بينات لهم باللي أحمد فعلا كان راجل وفي وكان درويش وكان مسالم، وزواجه بفاطمة كان زواج تحدي، تحدى العائلة ديالو المحافظة بالكامل واللي قطعت معه العلاقة حيت صمم يتزوج بفاطمة اللي كانت خدامة راقصة في نفس الملهى الليلي اللي خدام فيه هو. زاد تمسك بيها بزاف وصمم يتزوج بها ويدير العقد القران ديالو فاش عرف باللي راها حاملة بولده البريء، لأنها كانت معاه في علاقة غير شرعية قبل. ولكن المفاجأة الصادمة اللي غادي تقلب القضية هي نهار جات الأم ديال الضحية أحمد ومشات تزور مرات ولدها فاطمة باش تواسيها في الفراق ديال ولدها وفي الفراق ديال راجل فاطمة، وهي تلاحظ باللي بيت النعاس يلا مصبوغ جديد، وكتقول ويلي كيفاش انا ولدي عاد مات والجرح مازال ما براش، ومرات ولدي باين في الحزن في عينيها كيفاش زعما عطاها خطره انها تنوض وتصبغ الدار وخصوصا بيت النعاس تصبغ بيت النعاس. هنا الام خداها واحد شويه ديال الشكوك، بقات متردده وكتقول فوقاش غير نخرج، ما بيناتش ليهم وهي تخرج ومشات نيشان لمركز الشرطه وبلغات المحققين باللي شافت عينيها بلي بيت النعاس عاد مصبوغ جديد وحنا مازال يلاه في العزا. هاد الخيط الصغيور والذكي ديال الام ديال الضحيه رجال الشرطه قرروا يفتشوا الشقه ديال الزوجه. النهار قرروا يمشيو يفتشوا، فعلا دخلوا للدار كيفتشوا البيت كامل. الزوجه فاطمه بدات متعاونه بحال ليلى ما دايره حتى شي حاجه،
ولكن الفحص الدقيق لبيت النعاس كشف على واحد البقعة صغيرة ما كتبانش بالعين المجردة. المحققين استخدموا مادة اللومينول الكيميائية اللي هو واحد السائل كاشف كيظهر بقع الدماء المغسولة واخا تكون ممسوحة واخا تكون مغسولة بالماء القاطع. بمجرد ما طفاو الضوء ديال بيت النعاس هنا الصدمة كانت كبيرة. الأرض ديال البيت والصالة شعلات كاملة بواحد اللون فوسفوري مضيء كاشفة على آثار دماء غزيرة. المجرمة حاولت تغطيها بالصباغة. تم النيت مباشرة تم القبض على فاطمة. قدام هاد الدليل المادي القاطع فاطمة سخفات واعترفت بالقصة كاملة من طقطق حتى السلام عليكم. قالت بلي المشاكل بدات مورا ما ولدت الولد ديالهم، حيت حمد تراجع على الوعد ديالو ومنعها تماما ترجع ترقص حيت كانت راقصه في داك الملهى الليلي. قال لها بركه عليك جلسي ربي ولدك وانا غادي نتكفل بكل شيء، انا هو المعيل ديال هاد الدار. ولكن هي ما بغاتش ولفات الصغير بالليل والخدمه بالليل والرقص، حيت من صغرها كانت مولوعه بالرقص وكانت كتشتغل هاد المهنه وهي في عز شبابها. المهم بقات على راجلها بقات عليه حتى قناعاته ترجع ترقص. صافي ما لقات حتى شي خيار قدامه انها ترجع ترقص حيت كان كيبغيها وخاف يخسرها وخاف يخسر حتى الولد ديالو. فاطمه رجعت للملهى الليلي ورجعت لحياتها القديمه، رجعت ترقص كيف كانت، ولكن الزوج ديالها ربي اللي عالم به من الداخل. وهنا غادي تبدا المشاكل كتكبر نهار على نهار. حتى راجل ما غادي يقبل يشوف مراته كترقص قدام عينيه، حتى شي واحد ما غادي يقبل. فاطمه خدامه وما مسوقاش والولد ديالها كتشدو ليها امها. المهم دازت ايام دازت شهور والمشاكل كتزيد كتكبر. واحد النهار غيجي واحد الزبون لداك الملهى الليلي غادي تعجبو فاطمه وغادي يبقى دائما كيجي لداك الملهى الليلي وكيحط فيه فلوس صحيحه. فاطمه حتى هي بادلاتو دوك النظرات ديال الاعجاب وقررت تهضر معاه. هنا العلاقه ديالهم طورات واحد شويه، بداو غير كيهضروا حتى لواحد النهار غادي يتلاقاو في واحد الشقه في مراكش. بدا ناقوس الخيانه. المهم بدات تتلاقى مع داك الزبون اللي الاسم ديالو رشيد وتا هو ما بين الثلاثينات والربعينات. كان مهلي فيها بزاف، كل ما كتلاقى معاه كيعطيها الفلوس كيشري ليها الكادويات. المهم مهلي فيها. هاد رشيد بدا كيبغي فاطمه وحتى هي كذلك بدات كتبغيه، وكل مره فين ما كتلاقى معاه كتعاود لها على راجلها كتقول له راه خانقني وما كيخلينيش نخدم ومعذبني في حياتي ومكرفص عليا. رشيد نهار على نهار ولا كيبغي فاطمه، ما قدرش ينساها ولا غيقدر يتفارق معاها. طلب منها الزواج، قال لها شنو بالك طلقي راجلك ونزوج بيك. قالت له الا طلقته غيدي ليا ولدي وما غيبغيش يطلقني. وهنا بقاو كيفكروا على شي حل باش يتخلصوا من حمد. في الاول قال لها شنو بالك نديروا له الحشيش ونصيفطوه للحبس وتما طلب الطلاق. قالت له لا ماشي حل هذا، حيت حمد غادي يعيق بها، غيعرفها هي اللي دارت له هاد المكيده هادي وغادي يرفض لها فكره ديال الطلاق. المهم بقاو كيفكروا شنو غادي يديروا حتى لواحد الليله كحله وتما فين غادي ياخذوا القرار باش يصفيوها لحمد. في ديك الليله رشيد قال لها شوفي انا غنعطيك واحد الماده ديريها لحمد وراه غير غادي يشربها، شربيها له في اتاي ولا في العصير ولا في اي مشروب، غير غادي يشربها راه غادي يغيب غادي ينعس وخليني انا نكمل المهمه ديالي. ايوا في ديك الليله ديال التنفيذ فاطمه وجدت راجلها عصير ديال الباربه حيت كيموت عليه، دارت ليه داك المخدر. المهم حمد بقى جالس معاه كيهضروا حتى شويه حس بواحد الدوخه قال لها راه راسي دايخ ليا غادي نطلع ننعس. قالت له صافي. المهم طلع ينعس في بلاصتو وفاطمه غادي تعيط للعاشق ديالها وغادي تقول له صافي راه السيد راه ناعس. رشيد جا وفاطمه حلات ليه الباب، جايب معاه واحد الساطور واحد المقده. قال لها تسنيني على برا ما تجلسيش معايا هنايا، دخل نيشان لبيت النعاس وحمد ناعس مغيب. وهو ينزل عليه بالمقده للراس. حمد بديك سميتو بداك الحر فاق ضرباتو الفيق بقى يشوف مستوعبش والحريق في راسو وربي اللي عالم به ديك الضربه قاصحه. حاول يقاوم ولكن ما قدش، ورشيد بداك الخبط اللي فيه عاود ثاني ينزل عليه العنقره بقى كيضربو حتى فرق الراس على الجسد ديالو. صافي شاف حمد مات. رشيد خرج بالدمايات ديالو وقال لفاطمه هانتي دخلي سدي عليك انا غنمشي نجيب شي خناشي. المهم واحد شويه وغادي نرجع باش نشوفو كنديروا لهاد الجثه ونتخلصوا منها. فاطمه داكشي اللي دارت، دخلت لدارها وسدات عليها وربي اللي عالم بها وخايفه ومرعوبه
المهم ما عرفت ما دير، بقات تسنى دابا يجي رشيد، دابا يجي. صونات ليه، لقات التليفون ديالو طافي والسيد غبر له الاثار، ما عاودش جاوبها ولا صون عليها ولا رجع لعندها، وبقات لساعات طويله وهي كتسناه. فكرت انها تصوني على امها، قالت لها ماما دابا خاصك تجي عندي، انا واقعه في واحد المشكل، ما عندها حتى شي خيار اخر من غير انها تعيط لامها. امها قالت لها قولي لي شنو واقع باش نقدر نجي عندك. قالت لها اجي وغادي تعرفي. امها بقات مصره عليها، كتقول لها قولي لي شنو كاين. قالت لها انا شنو درت راني قتلت احمد. ما قالت لهاش راه معايا شي واحد اخر. قالت لها غير بوحدي راني قتلته، اجي عاونيني. ام ديالها جات كتجري، ديك الخلعه جات كتجري عندها، وصلات شافت داك المنظر تخلعات، حتى هي تلفات وما عرفات ما دير. وهنا عوض باش تنصح بنتها تمشي تسلم راسها للشرطه، قالت لها اجي نتعاونوا ونشوفوا كي نديروا لهاد الجثه نتخلصوا منها. قالت لها سيري جبدي لي الماس الا عندك شي ماس ولا عندك شي منشار. فاطمه داكشي اللي دارت، مشات جابت دوك الصوالح، ايوا جلسوا كيفصلوا في الجثه كما بغاو، فصلوا اليدين بوحدهم والرجلين بوحدهم، ودوك المصارن ودوك الاحشاء ديال الجثه بقاو كيهزوهم وكيخويوهم في الطواليت وكيكبوا عليهم الماء. امها كتفصل فيه وكتقول له انت اللي درتيها لراسك وليدي، انت اللي تعديتي على بنتي وتكرفصتي عليها، وهذا الشيء هذا هو اللي تستاهل. جمعوا دوك الطروفه في خناشي كحلين، واللي بقى هزات امها معاها لدارها فوق السطح وبدات تتحرق فيه. صافي ملي سالاو هذا الشيء هذا وتخلصوا من الجثه، قرروا يصبغوا ديك البيت. جابوا الصباغه وصبغوا الدار كامله، وخصوصا بيت النعاس صبغوها كامله وسيقوها بالماء القاطع وجافيل، ويمسيقوها بكاع داك المواد ديال التنظيف باش يخفيو معالم الجريمه اولا الاثار ديال الدم. اما دوك الاكياس البلاستيكيه لوحوها جنب المطار. صافي الامور عندهم راها مزيانه. فاطمه غادي تمشي تقدم بلاغ للبوليس باللي الزوج ديالها اختفى، مشى للخدمه وما عاودش رجع. ولكن السي رشيد ما كيجاوبهاش حتى لواحد النهار غادي يصوني عليها. بقات كتخاصم عليه، قالت له خليتيني وحله ومشيتي هربتي، فين مشيتي؟ بقى معايا حتى نكمل. قال لها شوفي انا دابا راني في الرباط، هادشي هذا ما غاديش نهضروا فيه في التليفون، حاولي تجي عندي للرباط ونهضروا مباشره. فاطمه في ديك اليومين مشات عند رشيد للرباط، دات معاها ولدها وجلست معاه، باتت معاه ديك الليله. المهم هضروا في الموضوع، شنو درتي شنو هادي، عاودات له كلشي بلي تخلصات من الجثه والامور راها مزيانه. فاطمه رجعت لمراكش وبحال اللي ما دايره حتى شي حاجه، حتى لواحد الصباح غادي يدقوا عليها البوليس وغادي يقولوا لها واش تجي معنا تعرفي على واحد الجثه ربما ديال الزوج ديالك. فعلا مشات، ولكن الجثه كلها مشوهه. غادي يديروا لها الدي ان وغادي يتعرفوا على الجثه باللي ديال راجلها، وغادي ينقلوا لها هذا الخبر، غيقولوا لها الجثه هذه راه ديال راجلك اللي كان مختفي. صافي هنايا تصدمات وبحال اللي بقات تبكي وبقى فيها الحال. ولكن من بعد التحريات ديال الشرطه غادي يتم القبض على فاطمه كمتهمه رئيسيه، ومن بعد ملي تم القبض عليها غادي تعترف لهم بالتفاصيل وبالجريمه كامله، وغادي تقول لهم باللي العاشق ديالي هو اللي قتل. غادي تقول لهم انا حدي درت ليه مخدر في العصير، راه العاشق ديالي هو اللي قتلو والام ديالي هي اللي فصلاته. وفورا تم القبض على رشيد واعترف لهم حتى هو بكاع الجريمه اللي دار، ولكن قال لهم انا ما فصلته ما قصته ما حتى شي حاجه، انما القتل انا اللي قتلته. الام اللي سمعت بنتها تشدات غادي تهرب لواحد القريه مجاوره لمدينه مراكش، وغادي تكري تما واحد 3 ايام. غادي تقول للسيد انا عندي 3 ايام هنايا، ونهار 3 ايام غادي نجيب لك الساروت. البوليس كيقلبوا عليها، داز 3 ايام ما جابش للسيد الساروت، ومشى كيدق في البيت اللي كرات عليه الام ديال فاطمه. عيا يدق والو. هنا قرر انه يهرس الباب ويدخل يشوف ربما ميته ولا شي حاجه، وفعلا ملي هرسوا الباب ودخلوا عليها لقاوها ميته. هنا انتحرات بالسم ديال الفئران. ونهار 2 دجنبير 2009 أسدل الستار على هذه القضية داخل قاعة المحكمة بحكم الإعدام بحق الزوجة فاطمة والعاشق ديالها، اللي هو حكم في المغرب موقوف التنفيذ. وهنا فاطمة غادي دوز عقوبة السجن المؤبد وراء القضبان. ومات أحمد بسبب وفائه لامرأة غدارة تحدى العائلة ديالو على قبلها، وضاع بيناتهم طفل صغير بريء، فقد باه مقتول، أمه في المحكمة والجدة منتحرة.
هاد القضية ما كانتش مجرد جريمة قتل عادية، ولكن كانت صدمة حقيقية كشفت كيفاش الخيانة والطمع يقدروا يرجعوا بنادم وحش بشري. هذه هي القصة ديال راقصة مراكش، قصة كتأكد لينا ديما باللي واخا يطول الليل، واخا المجرم يصبغ ويغسل الدم، حبل الغدر ديما قصير والحق ضروري كيبان. وهنا كانت نهاية القصة. ما تبخلوش عليا بالتعاليق، ونلقاكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. وما تنسوش بارطاج، وما تنسوش الجيم والاشتراك. الى اللقاء.